عارفين السوفت سبوت او الجزء الرقيق اللي بيبقى موجود في الراس من قدام عند الطفل اللي بتلاقيه دايما بينبض، اللي اسمه انتيريور فونتانيل. بيبقى فيه واحد زيه ورا اسمه البوستيريور فونتانيل. ليه بيبقى طري كده والطفل ما بيتولدش عظام الجمجمه بتاعه مكتمله؟ اولا لكذا سبب. اول حاجه ان الطفل لما بيجي يتولد عظام الجمجمه دي بتبقى على بعض علشان تسهل عمليه الولاده وتسهل خروج الراس بتاع الطفل. عشان كده حديث الولاده ممكن تلاقي الراس بتاعته لسه على بعضها. تاني حاجة ان هي بتسمح للمخ ان هو بعد كده يكبر، فعظام الجمجمة ما تكونش ماسكة على المخ. وعلشان كده بقولك لو انت ما لقيتيش السوفت سبوت دي او المنطقة الرقيقة دي، فلازم طبعا تستشيري الطبيب. اللي ورا بتقفل عند الولادة او ممكن تقعد لشهرين. اللي قدام بتقفل من سنة لسنة ونص علشان ما تقلقيش. المنطقة دي طبيعي جدا موضوع النبض فيها، بس لو لقيناها داخل جوه ده يدل يا اما على الجفاف يا اما على نقص الغذاء للطفل. ساعتها هنستشير الطبيب. لو لقيناها خارجة بره زيادة عن اللزوم، برضو اسباب نتيجة لزيادة الضغط جوه المخ، ده بيبقى نتيجة لا قدر الله نزيف، لا قدر الله حصل حاجة اثناء الولادة. فلازم طبعا تستشيري الطبيب. اهميتها ان بتسهل عمليه الولاده بحيث ان راس الطفل تقدر تخرج من قناه الولاده، فالجمجمه حجمها بيقل، بتبقى اسهل في الخروج من قناه الولاده.